السلام عليكم ورحمة الله. طبعا امبارح انتشر فيديو على السوشيال ميديا. للأسف الشديد لأحد مشجعين نادي الزمالك فين بقى في الحرم المكي قدام الكعبة وهو بيدعي على إمام عاشور لاعب النادي الأهلي. الغريب في الموضوع إن إحنا وصلت بينا الرياضة إن إحنا حتى ما بنحترمش المشاعر المقدسة اللي موجودين فيها عند بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وبنتكلم في الكورة والحاجات الدنيوية. وكمان مش كده وبس، لا ده كمان دعا على إمام عاشور والكلام ده. هل وصل بينا الحال إن إحنا بقينا وحشين قوي للدرجة دي؟ هل وصل بينا الحال إن إحنا بقينا وحشين قوي مع ربنا وما بنحترمش حتى الشعائر الدينية؟ طبعا اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي، كل الناس امبارح اتضايقت جدا وزعلت من موقف الراجل ده. اتمنى ان هو يتوب لربنا ويرجع بقى على اللي عمله دوت، ويعرف كويس جدا ان هو رايح يعمل عمره، رايح يقابل ربنا، رايح عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش رايح عشان خاطر يتكلم في الكوره ويدعي على لاعب عشان خاطر ان هو نفخ بالونه او اتكلم عن نادي الزمالك او ما اتكلمش او الكلام ده. طيب ما تيجوا بينا نشوف الفيديو كده ونشوف عمل. الكابتن امام عاشور، يا كابتن امام انت بتهين جمهور نادي الزمالك، تنفخ بالونه بيضه وبتحطها تحت الجزمه بتاعتك. على العموم لو انت كان قصدك كده وبتهين جمهور نادي الزمالك وبتهين ناديك القديم اللي علمك يعني ايه كوره ويعني ايه تمسك فلوس في ايدك، فربنا ينتقم منك وربنا يبطلك الكوره ان شاء الله بامر الله، وتكون عبره لكل لعيب يهين نادي الزمالك.